حاجه ولا اي حاجه حيشونوا هنا في الحته دي حيفضوا. جنب القصب يا ابوي والله هو المخزن معباي قصب هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ الله يخليك. الله يبارك فيك. ليه مرة هنا ولا؟ احنا شون قصب هنا. شونية؟ قصب. لا في نقله جايه هنا، ما انا قاعد هنا حارس الاقيها في حته جاب هنا. طب خلاص نجيب كده في حتة هنا تانية. ما دي نقله هو انا جايب عربيه كر، دي نقله جرار. ما حنوديه فين يا ابوي؟ ودي المصنع في الطياره. ما حنوديه. طيب كله انت لازم نحط نقله مبيات عشان العمال بكره يقوموا بدري عشان بلا يشتغلوا. بدري بلا وخر يشوفوا لكم اي حته في المستودع لازم واسع. كذا يا عم الحق. انتم صلحتوا مستودعات اللي بتكلموا. يا ابو دفعنا في الليدر الجساوه هنا. انتم المخازن دي صلحتوها بالجرارات. ايوه دفعنا قالوا الريدر بيساوي ايوه ما يعني ده كله دفعناش كله. انت بازم الفجر نقلتك، شوفوا حتودوه فين. حتى احطها جنب دي لغايه الصبح من الجماعه عبوها. ولا الصبح ولا يا اخي الجرار مستني. بس العمال حيقوموا بدري بس يا حد. شوفوا بلا بقري، شوفوا جرار. انت عندك قصب، ما انت معبي المخزن كله قصب. ابي يصلي على النبي، يمسك الخشب ولا القصب كله يا ابوي. شوفوا لكم بس بتاع هنا في الحته دي حنجيب لك هنا بقول لك لغايه الصبح يا ابوي لغايه ما اجي. دي نقله دبل، دي نقله دبل. ها شوفوا لكم نقله لا ابوي دبل. المخزن انت اشتريت المخزن يا حد. يا ابوي ما اشتريناهوش انت ولا المخزن، بلا اشتريته بقول يا لك ابوي. نقله. هو يا مهندس هو بتاع ابو مين يا ابوي؟ قول له هات الجرار يا ولا ابوي. صوتكم هنا في عندنا. بتزعقوا ليه؟ ايه في؟ ايه في بتزعقوا ليه؟ جايبين من الطوره عايزين نفضيها هنا ما رديش. ده واخدنا المخزن كله يا حد. ماشي انت بتزعق هو بيزعق. النبي يا ابوي بلا حنيف. اسمعني يا اخو، ايوه يا حد. انتوا شفتوا التخصيص مين عندي عربيه النهارده ومين ما عندوش عربيه؟ مين يا حد؟ شوف يا ابوي اللي ليه عربيه بس. انت ما عندكش عربيه حسين؟ طب ازاي يا حد يعني؟ ما عندكش عربيه في التخصيص عندي. اما الحتفضل انت مقدم له في مسابقه. بس انا ما عنديش عربيه. طب طب انا والحد اللي معاه قصبات مصطفى بعد بكره عربيته. طب ما حجيب لما خلاص قلت هنا. شو بكره ما بعد بكره يا اخي، انتوا حتخمروه. شو ما بكره تصلوا على النبي يا اولاد. ما قلتلكش طلعوا بس تشتروا هنا في الارض من غير عيش يا مصطفى. ازاي كده يا ابوي؟ يا ابوي نجيبها تتعبى بعد بكره عادي. عربيتك بعد بكره تشاور لي بكره انت. طب ماشي عم نجيبها بكره. وانت يا عم ما عندكش عربيه النهارده مقطوع انت. انا مقطوع الهندسه بس عشان العمال بكره راح يعبوا يا بس مهندس. لا انت زارع رز يا عندك قالوا لازم نقوم بدري. بتكلم يا حاج محمود. تعال ابوي سيبهم هم دم احنا بكره وبعد بكره. نرجع ابوتها يا ابوي. ماشي تمام يا عمي. اسمعوا يا صلي على النبي يا عم عبد الله، صلي على رسول الله. مش حتاجوا انتم في بدايه السنه، احنا طالع ميتين ابونا، صلح في المخازن، صلح في القندله، الحق الليدر، الحق البتاع، وتاجي تقول لي شمال ويمين. بس كمان في حته يا حاج محمود، معاك القصب كله جايبه لي انت سفير. السفير ده قلت لك حتى حالك العربيه بلا سفير بلا قندله. لا في سفير يا محمود كثير وفيها جذور قصب عندك يا اخي. يا راجل الطينه عندك ليه طينه ما عندك مي عندك طينه. خلي كلامك بلا سفير بلا هني. لا واحد لاقي ضلك يكسر. انا بص بكره حجيبها له بطينتي وسفير هقطعها لك. ما عنديش وقت لك يا انا. رب تقطع حاله يا رب. لا هقطعها له يا بكره رب ليه؟ تقطع حاله. والله ما حد يقدر العربيه. ما فيش حد احسن من الحاج محمود عندنا بالذات في المصنع هنا عليه. اسمع الكلام. واخد المخزن كله. ما فيش عربيات. في عربيات وما فيش اكيد بدي عربيات. يطلع عربيتي واصله. القطر اللي معاه عربيه يعني عربيه الغلبان ده يعني. انا مربي انا اول سنه يا عبد الله اقعد للقصب هنا. لا ولو تقبت كثير القصب كل سنه هنا ما اخلي واحد يرفع عود من على القضيب. ليه حتصير قديم بالعسكر؟ لا بص التخصيص اللي معاي تسمع الكلام زي ما بقول لك عليه. انت نور الخطاب انتوا ترى في تخصيص يا عبد الله في الكلام في تخصيص انا بكره العربيه ده بعد بكره رفعوها بالباراشوت. ما تقدرش تقطع لي انت ولا غيرك، بقولها لك كلمه انا. ليه شغل عندك؟ شايف القصب ده ما شايفوش انت؟ شايفين العبد الله ده كله مشونه، القطر كله بيمشي عشاني، هو التخصيص اللي في ايدك دي لنا. ايوه انت هتفهم مش هتفهم. ايوه يعني انت معك كم فدان لا يعني؟ يا حبيبي اسمعني، انت مش عشان حته اللحظه دي انت اخرك سجل المعدة بس على الشريط. لما سمعت هسه. ايوه وسمعت هسه. هذا المفتري يا عمي. ما فيش بقى مفتري، مش مفتري، ده شغل اصول. هذا المفتري يا ابوي. انت جاي لي بنقله هنا عايز توقف الشريط عشان هو يكون معاه مثلا. ما هو اللي تعبنا احنا ابو قراريط. ابو قراريط هو ده اللي تعبنا، هو ابو قراريط اللي تعبنا. بلا حني بلا ما نجرحوش عشان خاطرك 20 فدان قصب حتاج انت ابو قصبتين هناك تعمل لي بتاع. يا ريت اللي معاه عاضه في البيت مزرعه قصب عندنا هنا. وبعدين يا شيخ محمود انا مش ملاحظ خرده هنا قاعد انا. صلي على النبي بس. اللهم صل على النبي. صلي على النبي وما حدش بيرفع صوته علي والله بالطلاق ما يكون حتى مدير المصنع. لا تسمع كلامي انا لاحظ هنا يا محمود. اسمع كلامي النهايه بس. لا تسمعوا. اسمع كلامي صلي على النبي. اللهم صل على النبي. انت اول ما جيت قلت مقطوعين. تمام. كلام سليم. المقطوع ما يشونش. ماشي مش هخليه يشونه، بس انت بتفرش رايك كمان علي. انا افرض رايي عليه حتى اني قصب. استنى يا حسين قلت لك استنى بتكلم انا يا اخي.
استنوا علي لما اتكلم. استنينا دقيقة يا حاج محمود. الملاحظ زرعي دقيقة علي يا حاج محمود، اقول لك على حاجة. انت اسمع كلامي بس النهايه تتعصب معي في الشغل وفي الشغل بتاعي. اقطع 15 يوم ومالكش عندي عربية. 15 يوم انت اللي قاعد تتكلم فيه. وروح المصنع عندي قسمك في طيارة ماليش فيها انا محمود. انت يا ولد ملاحظ المفروض تقطع حضرتك. هقطعه 15 يوم. ايوه لا اقطع 15 يوم. عشان تستحي الامه من على راسك. لا من حقه يقطع حضرة الملاحظ. اقطع مين ده ملاحظ؟ اما ده مهندس يا حبيبي انت هو الكلام ما تفهموش. اما احنا قطعنا يوميا وهو ما يقطعش اول مصنع. اقطع يا عمي واحد تخسيس. تخسيس مش عربية هو تخسيس. يلا مش عربية محمود. مش حدي عربية 15 يوم. روح لمشكلتكم دي فيدوان، اذا الذكر يجيب عود قصب هنا.